ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم عن موضوع مهم. هو مين الظالم ومين المظلوم في العلاقات. اي جلسة او اي حد كان بيلجأ ليا علشان اساعده نفسيا، كان دايما بيبقى فيه كلام عن علاقة فاتت او علاقة حالية، علاقة مستنزفاني، علاقة ما فيهاش تكافؤ بيني وبين اللي قصادي، علاقة مش مفهوم أنا فيها، علاقة أنا اتأذيت منها، علاقة بتأذي لسه منها، وهكذا. في ناس بتسأل نفسها كتير كمان، ليه أنا يتعامل معايا كده؟ وأحيانا السؤال بيتوجه لربنا، ليه يا رب تعمل فيا كده؟ فالمواضيع بتبقى تسلسل أفكار نفسه، وإن هو عمال يسأل نفسه وعمال ما عندوش قبول للموقف، وطول الوقت الموضوع ده بيولد جواه أفكار كتير ومشاعر سيئة جدا، بيفضل مستمر. مين الظالم ومين المظلوم؟ حتى لو وقع علينا ظلم جوه أي علاقة، أو أي علاقة انتهت بأي شكل، نهاية مش كويسة أو نهاية كان آخرها إن العلاقة دي ما تكملش، بيبقى المسؤولية دايما على الطرفين. حتى لو انت مظلوم، مظلوم ومش قابل ان انت عليك مسؤولية، لكن في الحقيقة العلاقة كانت بدأت باتنين وانتهت لان الاتنين في مشاكل عند كل واحد. حتى لو المشكلة دي ان انت ما عملتش حدود لنفسك، حتى المشكلة دي ان انت ما قلتش لا في مرة، حتى المشكلة دي ان انت سمحت بان يتم استنزافك مرة ورا التانية، او سمحت ان انت تكون الطرف مش هنقول الضعيف، لان العلاقات السوية او العلاقات الطيبة مبقاش فيها طرف ضعيف وطرف قوي، بيبقى احنا الاتنين اقوياء واحنا الاتنين ضعاف واحنا الاتنين عندنا اللي يتقال. فحتة ان انت سمحت للي قدامك ان هو يستغل نقاط الضعف بتاعتك، او من البداية اخترت غلط اصلا، شخص يكون غير امين او لا يؤتمن على نقاط ضعفك او لا يؤتمن على ضعفك او ما تحسش معاه بالامان، هي دي المشكلة. ولو احنا خرجنا من العلاقة واحنا مش فاهمين ان احنا كان عندنا المشكلة دي، اي علاقة تانية هندخلها هيبقى فيها نفس المشكلة ويبقى فيها نفس التصرفات. العلاقات لما بتتوقف أو بتخلص، ضروري نسأل نفسنا بدل ما نسأل ليه تم معايا كده، ويكون الناتج بتاع السؤال بكاء ونحيب وجلد ذات وكلام من ده، وانا عملت وانا بتاع وكل ده. نشوف انا اخترت صح ولا لا، نشوف الشخص ده كان فعلا يستحق ولا لا، اشوف اخطائي انا جوه العلاقة. احيانا بنتظلم لكن مش بنشوف اخطائنا في العلاقة، ودي حاجة بتخلينا نكرر الاخطاء تاني. فضروري ان احنا نشوف بشكل واعي اخطائنا في العلاقة، احنا غلطنا في ايه؟ هل احنا كنا بنتصرف بشكل سيء؟ هل احنا في حاجات عملناها فيها مشكلة نتغاضى عنها او نصلحها بعد كده المرات اللي جاية؟ واخيرا العلاقات ممكن ما يتكتبش العلاقة واحدة انها تستمر او تداوم معانا، لكن احنا مش هنعيش في حياتنا كلها على اطلال علاقة خلصت وانتهت. ناخد وقتنا ونتعافى وناخد وقتنا جدا لحد ما نبقى كويسين ونقدر نبقى صالحين ان احنا ندخل علاقة جديدة، لكن ما نفضلش بنبكي على الأطلال. أشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله، وتدوموا بخير يا رب.